ازاي السعوديه اتجمعت؟ تخيل ان بلد مساحتها اكتر من 2 مليون كيلو متر كانت زمان متفرقه وكل قبيله بتحكم نفسها. وقتها طبعا الدوله العثمانيه كانت بتسيطر على مناطق فيها، لكن سيطرتها كانت ضعيفه وكان في فراغ سياسي كبير. وطبعا وقتها كان تم نفي آل سعود للكويت. وفي سنه 1902 عبد العزيز آل سعود وهو شاب في عمر ال 26 راجع من منفى الكويت ومعاه 40 راجل بس، دخل الرياض بالليل وهجم على القصر وقتل ابن عجلان حاكم المدينه والوالي العثماني وقتها، ورجع الحكم تاني لآل سعود. ومن اللحظة ديت بدأت خطة توحيد السعودية. عبد العزيز بدأ يحارب قبائل وعقد اتفاقيات وسيطر على مناطق كبيرة زي نجد والحجاز، واستمر يكبر في المملكة. وفي عام 1932 أعلن قيام المملكة العربية السعودية. وبعدها بقى اكتشاف النفط سنة 1938 واللي خلى الدولة تتنقل نقلة تاريخية لقوة إقليمية اقتصادية عندها نفط بيمول العالم كله. فهل تتوقع لو الملك عبد العزيز ما دخلش السعودية وقتها كانت هتتجمع ولا كانت هتفضل قبائل متفرقة؟ يا سلام. تشرب